كلمتين وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عايزة أعرف ليه الجشع بتاع البياعين في السوق؟ يعني تروحي السوق عشان تجيبي شوية الخضار بتاعك، تلاقي كيلو البطاطس 2 كيلو ب25 جنيه. طب ليه؟ ما تتفقي انت وجارتك أو صاحبتك وتروحي السوق بتاع الجملة. كيلو البطاطس دلوقتي من كتر الجشع بتاعهم مخزنين البطاطس في التلاجات لحد ما البطاطس الجديدة طلعت، ويبيعوا بطاطس ب20 جنيه. نشتري البطاطس ب20 جنيه. طب شوفي دلوقتي البطاطس بتاعت التلاجات خرجت والكيلو ب5 جنيه. اتفقي انت وصاحبك أو جارتك وروحي اشتري البطاطس القديمة، جميلة وجميلة جدا للتحمير، ما تنزليش السوق. اشتري عداية الطماطم، ثبت الطماطم في السوق ب50 وب75، والكيلو بيتباع لنا ب10 جنيه. طب ليه يا جماعة؟ خليكي كده، اخرجي وروحي السوق بتاع الجملة. لو قريب منك السوق بتاع الجملة اشتري بالجملة، انت واختك او انت وصاحبتك او انت وجارتك، واتفقوا مع بعض واشتروا الحاجات دي. والله هتلاقيها موفرة علينا حاجات كتير قوي. احنا بنروح السوق العادي، شايفين هنا البطاطس كيلو من 5 ل6 جنيه. عندك المانجا هي لسه موجودة في السوق، كيلو المانجا فيه ب37 وفيه ب40. الكيلو البرتقال بنشتري ال2 كيلو ب15 جنيه. الكيلو ب15 جنيه، هناك ال2 كيلو ب15 جنيه. السبت الطماطم ده ب50 جنيه. شايفين ده 20 كيلو ب50 جنيه، فيه ب75 وفيه ب100. ما شاء الله تبارك الرحمن. السوق هنا في 100 غمر بتاع الجملة رائع رائع رائع. شايفين؟ انا هوريكم اهو، تعالوا معايا بقى وشوفوا هنا طماطم وبطاطس وفلفل وخيار. الفراولة بره نازلة دلوقتي جديدة، كيلو ب35 جنيه، هناك ب20 جنيه بالجملة. بس لازم يكون حد معاكي لو مش هتشتري الكمية دي كلها. ونقسم ونحط في قلب الفريزر ونخزن، ورمضان جاي وكل سنة وانتوا طيبين. هما كلمتين وبس. شوفوا معايا المنظر جميل جدا. هو ده طبعا يعني قليل قوي عن سوق العبور، بس يعني شبيه له. والأسعار هناك في منتهى الجمال، أرخص من سوق العبور كمان. يلا ايه رأيكم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا اشتريت البطاطس على الكيلو على 5 جنيه. العداية فيها السبت فيه 40 كيلو، وهنا الطماطم فيه 20 كيلو، وهنا التفاح موجود ب50 جنيه، والمانجا فيه 37 زي ما أنا قلت لكم، و40، والأسعار زي الفل. اللهم بارك اللهم بارك. روحوا بقى ودوروا بقى على الحاجات، وكل ده توفير لينا. يعني كل الكلام ده توفير لينا وتوفير لبيتنا، نشتري بيها اللي نوفره. ايه رأيكم؟